نعم، أفهم كلامك أستاذ صعب. المطلوب الآن أن يكون الحوار، أو السعودية تحاور الحكومة اللبنانية كما تحدثت. الحوار قد يكون مع حزب الله بعد تنفيذ عدد من القضايا الدولية المطالب بها، وضمن طبعا إطار الدولة اللبنانية، جزء من الدولة اللبنانية، وليس حوار مع حزب لوحده. هل تقييمي صحيح؟ نعم أستاذنا العزيز، يعني عذرا لمقاطعتك، أنا أعتقد زمن الدول الموازية والدولة العميقة، أعتقد في المنظومة الدولية هي أصبحت مرفوضة. يعني هذه فكرة أنه تكون إيران الثورة وإيران الدولة ولبنان حزب الله ولبنان الشرعية، هذه المصفوفات لم يعد لها وجود. عملية توحيد القراءات السياسية في المنطقة والتعامل مع الشرعيات الدولية اللي تنساق ضمن المنظومة الدولية هو الحديث، هو في المستقبل سيكون الحديث هذا. الحديث مع مجموعات مارقة عابرة للحدود، إذا ما استذكرنا مسيرة هذا الحزب في مغنية وفي فؤاد شكر وفي تفجير السفارات وفي عملية اختطاف الرهائن. يعني للأمس القريب نتذكر منظومة خلية العبدلي. هذا الحزب الآن أنا أعتقد أنه تصنيف هذا الحزب أصبح ضرورة كمنظمة إرهابية، وأعتقد أنه يجب أنه ينصاع إلى القوانين الدولية، ويجب أنه حقيقة أنه يعرض إلى المحاكمة، لأنه دم الرئيس الرفيق الحريري لن يذهب سدى. وعملية سرقة أموال لبنان وعملية زراعة الكبتاغون في البقاع وفي تهريب منظومات الكبتاغون والعبور حتى على شرعيات الدول في القصير وفي القلمون، وعملية تخوين كل المنظومة اللي في داخل لبنان. أعتقد أنه خطابهم أصبح خطاب ماضوي لا يؤدي إلى نتيجة، وهو يدرك نعيم قاسم أنه لحظة الحقيقة قد حانت. طيب أستاذ صعب، بهذا الصدد لماذا جاءت هذه الدعوة من قبل حزب الله؟ تقييمك طبعا بهذا الوقت بالتحديد. البعض قد يربط بديهيا بأن الحزب تعرض لضربات قاسية، تراجع تأثيره العسكري وقد يكون أيضا السياسي والشعبي في الداخل اللبناني. هل من أسباب أخرى قد تقرأها بهذه الدعوة التي وصفت بأنها مفاجئة لكل الأقطاب السياسية؟ بالحقيقة أستاذنا العزيز، أنه من يتحدث على أنه هذا الحزب هو حزب حر ويتحدث يعني بحرية ويقرر ويتكلم بما يشاء، هذا الكلام خاطئ. هذا الحزب هو انعكاس للحدث الإيراني، لأنه هذه الأذرع هي عبارة عن تولز، هي أدوات لا تمثل يعني أحزاب مستقلة بذاتها. الآن هو هذا انعكاس لحدث سناب باك، اللي عملية فرض العقوبات على إيران. اليوم شاهدنا في الجمعية العامة للأمم المتحدة رفض رفع العقوبات. هم يدركون أنه منذ التأسيس هم وضعوا كورقة تساوم عليها إيران، تقدمها وتحرقها في لحظة الحقيقة اللي تحافظ فيها على بقاء منظومة إيران. بالنتيجة هذا الحديث اللي يتفضل فيه نعيم قاسم، أنا أعتقد أنه حديث غير ذي جدوى، لأنه هو عبارة عن دمية، حقيقة دمية وانعكاس وحالة من التوك، مجرد ببغاء يردد ما يأمره به سيده. وهذه حقيقة حجم هذا الحزب اللي أمضى سنوات طوال يحدثنا عن حيفا وما بعد حيفا، ويحدثنا عن فادي والهدهد، وبالنتيجة تم القضاء على هذا الحزب بأقل من شهر. نعم. وشاهدنا ركاكة هذه المنظومة. شكرا لك أخي الكريم. بدي أشكرك جزيل الشكر. الباحث في الشأن الخليجي الأستاذ صعب زديد، كنت معنا من الرياض، شكرا جزيلا لك. تباين وتضاد بالمرجعيات الدينية والسياسية